السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس. مرحبا بكم في قناتي يوميات الشاويه. توحشتكم بزاف بزاف. رجعت لكم بروتين هايل، روتين من الدار مختلف، ماشي كما اللي مالفه نحطوا في الريف والطبيعه. اليوم كنت نصور هنا في الدار روتين خفيف ظريف، فيها حاجه تهم بزاف البنات اللي يحبوا المطبخ والنظافه، اللي هي الخلطه العجيبه تاع تبييض الاسطح المدايره حاله في الفيسبوك. قلت والله نجربها حتى انا ونمد رايي. بصراحه صورت لكم لي ديتاي وكي حطيتها بعدو سما ما نحيت حتى حاجه، وكنعطيكم رايي فيها. رايي صريح اكيد، مانيش راح نجامل ولا راح نزيد عليها ولا. هيا هنايا كما قلت لكم، نوض الصباح بعد ما شربت القهوه يا طليت لقيت الشمس، شمس تهبل تريك للجو صحاب بعد ما كان رزقنا ربي بالمطر والحمد لله، وربي يزيد يرزقنا ان شاء الله. هنايا بديت نكنس الغبره كما تعرفوا، تغيبي شويه تلقاي الحاله حاله. هنايا بالنسبه للخلطه تاعنا المكونات تاعها كما قلت لكم، انا شفتها في الفيسبوك، شفت بزاف خلطات، شفت واش متوفر عندي في الدار وقلت نجربها. درت هنايا فنجال تاع خل ابيض، درتو لازم نديروه في بورطمونجي تكون يا اما تاع قزاز يا اما تاع نيرو، ما نديروش في الحديد على خاطر راهو يتفاعل مع الخل والخميره هذه. تحبي ديري الخميره تحبي ديري بيكربونات صودا، انا كانت متوفره عندي الخميره، جربت الخميره لحتها كما راكم تشوفوا بدات تتفاعل لي مع الخل. هنايا نصيحه بزاف مهمه، لازم ديروا الكمامه كي تجيو تخدموا، ديروا الكمامه وديروا ليغو. راني الكمامه راني كنت مدايره وليكون يعني ما قصتش بيدي، مي ننصحكم بزاف خلاص. هنايا كما قلت لكم الخل مع الخميره تاعي وزوج مغارف كبار ايزي استعملوا مع اللي نغسلوا به الماعن، ولا لو اومو عادي هذاك تاع الغبره نغسلوا به القش، وكاس ما سخون يغلي. راكم تشوفوا المواد تاعي كيفاه تفاعلت، خرجت من البورطموندي خليتها يعني تطيح لي فوق السطح تاع البوطاجي، وبديت نقص شويه هنا بيسك حتى البوطاجي يعني لازم له تنظيف. واش راح نقول لكم، هنايا درت ميناج، يعني مش ميناج طول هذاك الثقيل، ولا درت برك كان نحي الغبره كما قلت لكم، هي ما كانش فيه كان الجو مو بطريقه كنت تعرفوا كان نزيدوا الخدمه ومنا. هيا قلت ندير ميناج برك خفيف. هنايا راني رحت للدوش، حطيت هذا الخلطه تاعي على اللافابو كما راكم تشوفوا، راني خليته هكا ما خليته شويه توسخ لي. كما تشوفوا انا بديت نحط عليه هذا البرودوي ونشوف تراه. بعد ما حطيته بديت جبت هذا الخليط بديت نحك، وبدا بالفعل بدات تخرج لي هذاك الخماج هاكم تشوفوا، بدات تلمع لي. هنا راني ما طولتش، يعني باش ما نكذبش عليكم للامانه، حطيتها برك بديت نحك. يعني لو كان نخليوها طول مثلا ساعه ولا راح تعطيك نتيجه افضل. انا عجبتني، ماهيش افضل حاجه يعني طول تاع تلمع. ما نعرف، ممكن قاعد ما خليتش كما قلت لكم، ما عطيتهاش وقت كافي، ولكن عطتني نتيجه كما قلت لكم مرضيه جدا. يعني بالنسبه لربات المنزل ما تحبوش تشريوا لي برودوي تاع البرا، كاين برودوي هذاك النظاف كي تحطيه على الاسطح تاع الكارلاج يفزدهم يخلي بقع، ولكن هذا ما تخلي حتى بقع. راني جربتها قدامكم درت روح تاع الدخول على الكارلاج ما فزدت ما والو. خليت نفكر كلش بالتفصيل. هنا رجعت تبين لي كما قلت لكم ما طورتش في الوقت، يعني رجليه راح تعطيها مادام راني نصور لكم. بالنسبه لي عجبتني كما قلت لكم، راح نعتمدها، يعني نعتمدها مادام ما فيه كما قلت لكم ما يغسلوش ليه هذاك كنت توقفه لمعت حتى هذا الثقبه اللي يدخل منها الماء، لمعتها بلا خلاص. وبدأت نغسل كيما هكا. وبعد ما كملت صورت لكم الفيديو، راني زدت حطيت هنايا في اللافابو تاعي وخليتها وقت افضل. بعد كي غسلتها عطاتني نتيجه افضل. كما قلت لكم انا ما كنتش راضيه على النتيجه 100%، ولكن استنتجت باللي كي ما خليتهاش تطول. كي كملت رحت حطيت البرودوي هذاك اللي خدمته. انا ديجا درت كميه ماشي بزاف، يعني درت اول مره راح نجربها، ما بغيتش نكثر ما تعجبنيش، ولكن بعد ما عجبتني هاكم تشوفوها كيفاه نظفات وخرجت وجديد خلاص. يعني حاجه مليحه هكا. كما قلت لكم برك البسوا ليغو وديروا الكمامه، راني نوصي ونعاود سورتو اللي عندها الحساسيه ولا.
هيا هنا راني كملت لافابو تاعي، راح نروح نحك الكرلاجه هذيك اللي حطيت لها مع الاول. ثاني عطاتني نتيجه ما شاء الله. هنا راني صورت لكم هاي الكرلاجه اللي ما درت لهاش وهاي الكرلاجه اللي درت لها، ودرك النتيجه راهي ما تبانش دركا تبان بعد ما تنشفي ويبدا هذاك الكرلاج تاعك يشيح يولي لامع جدا، وهذوك الشقوق اللي ما بين الكرلاج تاعك يصفى طول وينضافوا. يعني تهبل اللي اخترعت هذا الوصفه، روح يعطيك الصحه وما شاء الله. يعني يكون حاجه جديده ومفيده وتوفر علينا بزاف. يعني كل ما تحطي غير الماء وتبداي تحكي ويوجعك ظهرك ويديك، هذه غير جست تحطيها تخلي لها وقت، ديري لها الماء سخون كما قلت لكم، وغير الحاله تلمعت ما شاء الله. هنايا بالنسبه قلت لكم للميناج، اخي تعرفوا كل ما يقرب رمضان نستهزا ونقولوا خلي حتى نلحق رمضان ونديروا ميناج. هكاك صرات لي انا استهزيت شويه الايامات هذو، قلت يا كنت منشفه ما وليت لا، قلت خلينا نسيق بركم كي يقرب رمضان هاني نهبط كلش وندير الميناج الشامل. يعني نهبطوا الماء نغسلهم، اكيد راح نبارطاجي معاكم كلش وخليكم برك ديما تابعوني ودعموني. ما تنساوش ديروا اشتراك اللي مش مشتركين، اللي راكم تتفرجوا ما ديروليش كومونتير، ديروا لي كومونتير باش نعرفكم. وهنايا راني بديت نجبد في الماء تاعي، راكم تشوفوا الفرق ما بين هام الخطوط اللي درت لهم وما بين الخط هذاك اللي ما درتوش. راكم تشوفوا الطول مازال الغبره هذيك ما بغاتش تنحى، ولكن الكرلاجه اللي درت لها نحات ورجعت ما شاء الله. انا الكرلاج تاعي راهو رجع يلمع كما قلت لكم. سيقت تهنيت شغل مزقوم وتنحى. هنايا راني كملت خلاص، راني بديت في التنشاف، راني في نفس البلاصه على بالكم نعطي لكم نفس البلاصه على برك باش تشوفوا النتيجه تاع هذاك البرودوي اللي خدمته. شوفوا نفضت لي طول الحاله، يعني نحات طول كل الترسبات وما فزتليش الكرلاج، ما ردتوش هبمه والو. هذه ما درت لهاش، هذه جوست سيقتها غير بالماء. وهذيك الكرلاج درت لها البرودوي كيما شفتوا. قلت لكم راني صورت لكم بالتفصيل، ممكن الفيديو راهو جاكم ممل شوي، ومني انا حبيت برك نعتلكم يعني باش ما تقولوش تزيد عليها ولا تنقص فيها. هاي النتيجه قدامكم نتوما حكموا، اذا عجبتكم جربوها، ما عجبتكمش نورمال اشريوا لي برودوي تاع برا واخدموا بهم. هنا راني كملت، راكم تشوفوا في الحاجه تلمع. تهنيت الحمد لله. كي نكمل التسياق نرتاح نفسيا. اكيد كل بنات ماشي غير انا. هاني رجعت ثاني هاكم هنايا تشوفوا بعد ما ساحت خلاص وتشوفوا كيف ولا نظيف ما شاء الله. هيا هنا طليت الكوزينه بديت مدات كسرة تاع الخميره يعطيها الصحه. درت كسرة تاع الخميره كيما قلت لكم انا نحب بزاف كسرة تاع الخميره. وانايا قلت نشوف واش راح ندير الغداء. يا قررت نشرشم شويه بطاطا، ندير كوريات البطاطا بالفرماج. شرشمت 3 حبات بطاطا كما راكم تشوفوا متوسط الحجم. هذه الوصفه مليحه في رمضان، مليحه هكاك مملحات. يعني هنايا البطاطا تاعي راني لبس فيها وهي سخونه شوي باش تلبس لي ليه. درت فيها الفرماج، درت فيها شويه ملح. وعلى بالكم هنايا البنات الوصفه وجدتها هنايا في الدار وطيبتها في الدوار تبعوني درك تشوفوا. على بالكم هنا كي بديت نوجد وبديت نصور يدخل بابا قال نحطوا لي نتغدى قد ونروحوا للدوار. انا قلت نقعد نكملهم، وليت تعرفوني نحب الريف بزاف. خلاص صرت التخيره هذه وليت نشتي بزاف نهبط للدوار. هيا قلت نوجدهم هنايا ونروح نقليهم في الدوار. وبالفعل فات نهاري هبل. تخيلوا قلتها في الدوار على النار. دوك تشوفوا راني بارطاجيت معكم كلش كالعاده. هنايا البطاطا تاعي لحت لها توابل فلفل الكحل وكزبر وكرويه راس الحانوت ليسونسيال. وبديت نخلطهم باش تجيني طول بنينه. خلطت فيها الفرماج كما شفتوا مع الاول. بديت ندخل هذوك التوابل فيها والملح. وهنايا جبت الخبز ورحيته باش من بعد كي نشكلها كريات نمرمدها في العظام ونمرمدها في هذاك الخبز باش كي نقليها تجيني تقرمش. هنا نثقبها في النص، نزيد نلوح لها شويه فرماج. هنايا اذا بغيتو ديروا معاها فرماج رابي راح يذوب من بعد كي تقليوه في الزيت سخونه. انا ما درت، يعني كان عندي ما درت نكفر كديجا. هنايا راني شغل كي عاد وحدي اختي راحت تقرا وما تقريبا ما تتغداش. هيا وبابا درنا له حاجه خلاف، يعني بابا ما ياكلش هذا التراتق، يحب غير حاجه تاع الكوكوط. درت هذه ليا برك، يعني مش حاجه متعبه ولا كنت تشوفوا ليه كملت، يعني مش حاجه صعيبه. هنا مرمت فيها في الخبز كما قلت لكم، مرمتهم في الخبز كملت وجدتهم. راح ندير الزيت تسخن ماشي تسخن طول التغلي باش ما تحرقها ليش.
ديريها على نار يعني متوسطه، قد الحكبابه كيما قلت لكم. درتهم في بورطمونجي، بقاولي هكاك مقرمشين يعني كي لحقت لهيه، ما تنحالهم لا الخبز لا والو، على خاطر لصقولي في الخبز لصق في هذوك العظام اللي درتهم. العظام تاعي درت فيهم شويه ملح باش ما تجينيش البطاطا تاعي مسوسه. كما قلت لكم هذه وصفه مليحه رمضان، مليحه لولاد ثاني اللي عندها لولاد مثلا صغار ما يصوموش، ديريها لهم بنينه وعلى بالكم بلي الولاد صغار يحبوا بزاف البطاطا. بقيت نمرمد في الزيت تاعي في البطاطا تاعي. هيا من بعد كيما قلت لكم جابه رحنا للدوار راكم تشوفوا. درت على النار، على بالكم اللي في الدوار عندنا الغاز، مين نشتي الحاجه تاع النار تخيلوا ما تتصوروش قد ما جات بنينه. حتى بابا زاد كلا معايا، ما لقيت غدا في الدار وزاد كلا معايا تلمو عجباتو. تخيلوا هذيك الريحه تاع الجمر ما شاء الله. الماكله تاع الدوار بنينه طول على بها. تشوفوني ديما ننصب على النار، نخبز الكسره على النار. والله ما شاء الله يعني نعمه. طول اللي عنده دوار نعمه. هنايا كم تشوفوا تقلات حمارت لي ما تحرقتش، ما شاء الله شغل طابت على الطابونه. والله يوهو ما نحكي لكمش على البنه، راني على بالي نقول لكم بنينه على خاطر تاع عجبتني بزاف ما بغيتش نسكت. هنايا هكا هذا ما تغديت يعني. هذا بالكسره دينا الكسره هذيك تاع الخميره اللي شفتوها، وهذا ما كان. من بعد روحنا ما طولناش يعني، روحنا للدار. هنا بعد ما سيقت الدار ورحت للدوار اكيد روحت راح نسيق روحي دركا. هيا كنت ندير دوش طال يكون دوش حقيقي. هنايا بديت نوجد الحوايج باش ندخل الدوش تاعي. درت الماء، فتحت الشوفو باش يهبط الماء السخون، وجيت نوجد معكم الحوايج تاعي تاع الدوش تاع النظافه الشخصيه. كما تشوفوا بيبي باودر هذه راني هدرت عليها من قبل، فيها واحد الريحه ما شاء الله ما شاء الله تهبل وتخلي ترطيب عميق. هنايا هذه المشطه تاعي بعد ما نخرج من الدوش نشيح بها شعري. هذه القندوره اللي راح نلبسها ونتلقاو بعد الدوش ان شاء الله. خليكم معايا، نحبكم بزاف. هنا راني كملت الدوش تاعي الحمد لله. درت دوش ما شاء الله. هنا راكم تشوفوا في يدي راهم حاله يا البنات، رجعوا من الدوار حاله. على بالكم نظل في الدوار مع هذاك الفحم كحالولي عييت كيفاش ندير لهم باش يبيضوا. راني بديت نرطب فيهم بهذه تاع اليدين، ترطب بزاف خلاص. راكم تشوفوا تحركت هاني من لا ما تحركتش في الدوار للصراحه، تحركت هنايا في الدار. وما بغاش شغل جرح تاعي يرتاح، جاني في صبعي الكبير معليش. هذه لا روش بوزي تاع حب الشباب، هذه مليحه بزاف خلاص دير 350. هذه المشطه تاعي كيما قلت لكم راح نشيح بها شعري. واخر حاجه نرش البارفه تاعي ونخليكم. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. استمروا في دعمي، وبغيت نقول لكم بلي راني نحبكم بزاف. خليوا لي كومونتير وشكرا على التشجيع، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو ونحبكم بزاف. خلاص نتلاقاو في فيديو جديد. راح ندير لكم فيديو في الدوار كالعاده يهبل. باي.